أمعقول أنني لم أصطاد شيئا صغيرا أشبع به معدتي؟ يبدو أن لقد فاتت لي فرصة. سوف أذهب إلى مكان يوجد فيه كثير من الطيور. يا للزمن الرديء، لا قات ولا رواتب، ونحن في أسوأ عيشة، ونحن لا نستطيع أن نصطاد حتى عصفورة أو جولبة منذ الصباح لكي أطفئ به معدتي أو جوعي. ليت هنالك قليل من الفهم لكي أطفئ خرامتي. إن نفسي تريد القات. يا للزمن، أين القات؟ من ذلك الرجل؟ لا يهمني من يكون. السلام عليكم. وعليك السلام أيها الرجل. هل هناك شيء يؤلمك بكثرة؟ نعم، إنها كليتي تؤلمني بكثرة. كليتك تؤلمك كثيرا؟ نعم. إني أرثي لحالك الكلية والضروس، إن هذا هو الألم الشديد. تعني من هذا الكلام سأذهب إلى الطبيب لكي يكشف عني المرض. لكي يكشف عنك المرض؟ ألم تقل أن كليتك تؤلمك كثيرا؟ بلى. إذا لا يحتاج المرض إلى كشف، بل يحتاج إلى دواء فقط. وأنا سأذهب للطبيب لكي يعطيني دواء. لكي يعطيك دواء؟ انتظر إذا انتظر. دعني أذهب. لا يهمني هذا الكلام كله، ما يهمني إلا أن يزول عني الألم فقط. انتظر. تريد أن يزول عنك الألم؟ ما رأيك بدواء يخلصك من ألمك بخلال 5 دقائق وإلى الأبد؟ بخلال 5 دقائق؟ نعم. لا شك أنك سكران. لست بسكران أيها الرجل، ولكنني قد جربت هذا الدواء فيفوتني بخلال 5 دقائق ويزول عني الألم بالكامل. وما هو هذا الدواء؟ سوف أخبرك عن هذا الدواء، لأن هذا الدواء هو دواء نافعا ومهما، ولكنني سوف أسألك بعض الأسئلة. اسأل. هل خزنت بقاتا مدحلا ومخلئا؟ نعم. خزنت بقاتا مدحلا ومخلئا؟ نعم. ومدحلا. بدون أن تشرب شربة ماء أو كوب ماء. ولا شربت شربة ماء. إذن الحل عندي، لدي دواء يخلصك من هذا الألم. ما هو؟ إنه الزعتر. الزعتر؟ نعم، الزعتر إنه دواء نافعا أيها الرجل. أنت لم تجربه ولم تطعمه. وما يثبت لي أن الزعتر دواء نافع؟ سيثبت لك هذه الأبيات من الشعر. ردد معي أيها الرجل، ردد معي. هلا أحضرت الزعتر يا ابنة مالك؟ ما دمت جاهلة بما لا تعلمي. إني أرى في الزعتر دواء نافعا كالمضغ الحيوي أو المرهم. فلتخلصيه على النار تخليصا جيدا ولتحسني إعداده لو تتكرمي. ولتسكبيه على المطرة بشكل جيدا ولتضيفي إليه القرنفل والسكري. ولتحضري كأسي وقاتي والماء ومدفلي وهاتفي وبندقي وجعبتي وخنجر محزمي ولتسلمي يا عبلتي ولتسلمي. يا لها من قصيدة رائعة. نعم، من قصيدة رائعة، فإنني أشكرها جيدا. هل لا تدلني على مكان يوجد فيه الزعتر بكثرة؟ ارفع صوتك أيها الرجل لأنني لا أسمعه. ما هذا الكلام الذي لا أستطيع أن أسمعه؟ هل لا تدلني على مكان يوجد فيه الزعتر بكثرة؟ أدلك على مكان يوجد فيه الزعتر بكثرة؟ نعم. سوف أدلك يا أيها الرجل، سوف أدلك، لكنني سوف أسألك بعض الأسئلة. وما هي هذه الأسئلة؟ بعض الأسئلة. هل ستذهب إلى المكان لكي تعالج نفسك أم لكي تشعر وتهوجس؟ لكي أعالج نفسي وأشعر وأهوجس. لكي تشعر وتهوجس وتعالج. هي دليل الصان. إنه بجمال اسم الصان. الزعتر هو أحد الأنواع المتعددة للأعشاب الطهوية والطبية، له رائحة عطرية رائعة، وهو أيضا أحد المكونات المشهورة في مجموعة البهارات الجافة ومجموعة الأعشاب الجافة. كيف يزرع الزعتر؟ يزرع الزعتر في الأماكن الحارة المشمسة وفي التربة الخصبة جيدة التصريف. ويزرع الزعتر في فصل الربيع
ويمكن بدره عن طريق البذور أو القطع الصغيرة أو تقسيم أجزاء الجذور للنباتات، كما يحتمل على ظروف الجفاف بطريقة جيدة. وتحتمل هذه النباتات أماكن التجمد الشديد وتنمو الأنواع البرية منه في المرتفعات الجبلية، حيث يوجد منه على مستوى سطح البحر إلى ارتفاع يصل إلى 800 مترا أو أكثر. معلومة تاريخية عن الزعتر: استخدم الزعتر في كثير من الأشياء في العصور القديمة، حيث استخدم المصريون القديمون الزعتر في مجال التحنيط، واستخدم اليونانيون القدماء الزعتر كبخور في معابدهم، حيث كانوا يضعونه في التوابيت في أثناء الجماع. معلومة طبية عن الزعتر: استخدم الزعتر في كثير من الأشياء الإيجابية لحياة الإنسان المهمة، ومنها يستخدم الزعتر مضاد حيوي للجروح. 2. يستخدم الزعتر كشاي لمعالجة السعال والتهابات القصاب الحاد. 3. الزعتر ركن أساسي لمعالجة أمراض الكلية والتهابات المثانة والمجاري البولية. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة لكي يصل لك كل جديد، ولكي نستمر في نشر المزيد.